تجاوزات خطيرة جدا مثل التعدي الجنسي، ومن ثم تصوير المجني عليهم. كل هذا يحصل أمام مرأى ومسمع من القيادات السياسية والعسكرية والدينية للكيان الصهيوني. إضافة إلى ذلك يشكرون الجنود الفاعلين ويقدرونهم كما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الصورة التي قدمتها الحركة الإسلامية في فلسطين هي صورة عين الحق من صورة عظماء الإسلام عبر التاريخ. عدسة التاريخ سجلت لنا بأن عز هذه الأمة مربوط بالجهاد في سبيل الله، وأي أمة تركت الجهاد سيسلك طريقها نحو الانقراض والذل. فهذه الحركة ويعني هذا الجهاد الذي نراه اليوم في فلسطين أعاد للمسلمين من جديد الأمل بأن هذه الأمة ستعود إلى مجدها وستكون لها الخاتمة الحسنى إن هي عادت إلى منهج السلف الصالح، هذا المنهج العظيم الذي جعلهم يقودون العالم 1300 سنة لأنهم كانوا متمسكين بدين الله. فنحن آملون عندما نرى مثل هذه النماذج اليوم أن تعود الأمة إلى مجدها، وأن يعيد الله لهذه الأمة مجدها وسؤددها بهذه الروح الجهادية التي نراها في فلسطين وفي أماكن أخرى. يعني هذه المؤتمرات أيضا مهمة جدا حتى نبعث الأمل من جديد في نفوس المسلمين بأن يقرأوا تاريخهم جيدا وحتى يضمنوا لأنفسهم العودة. فمثل هذه الملتقيات هي مهمة جدا لإحياء هذه الفكرة التي ماتت زمنا طويلا. فهذه يعني لقاءات جدا ضرورية، وهي تؤدي رسالة جدا سامية وعظيمة، فنرجو من الله التوفيق عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أولا معكم أسامة مسلم، أنا من أكراد سوريا. في الحقيقة سعدنا جدا في حضور هذا المؤتمر مع اتحاد العلماء، جزاهم الله خيرا، وهذا أقل شيء ممكن أن نقدمه من أجل قضيتنا قضية الأقصى. نحن معنيون كأكراد في هذا الإرث، إرث القدس وإرث بيت القدس بيت المقدس. فهذا شرف لنا أن نكافح، أن نقاتل، أن نجاهد بالكلمة. والآن الموجود هو ليس فقط جهادا بالكلمة، إنما جهادا بالكلمة وبالهمة وبكل ما استطعنا إن شاء الله. فجزاهم الله خيرا، سعدنا بهذا وبرد قلوبنا وجعلنا يعني أعطانا مجالا لنقدم شيئا للأقصى وللمجاهدين المرابطين. فجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد 7 من أكتوبر حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يتفوق على المقاومة الإسلامية وفشل لعدة مرات، وكان بهذه الفترة قد انتشر حالة التجرؤ على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي أصبح يضرب من اليمن، من العراق، من سوريا، من لبنان، وآخرها من الجمهورية. الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يحقق أهدافه في قطاع غزة، ولن يستطيع أن يحققها في لبنان، الذي أصبح أن الاحتلال الإسرائيلي وضعه يزداد ضعفا. وإن كان يظهر بعمليات قتل، فهتلر قتل في الحرب العالمية الثانية أكثر مما قتل الآخرين منه، ولكنه بالنهاية هزم واستطاع بالنهاية أن ينتصر الحرية. باعتقادي ما يحدث هو بكل بساطة أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحاول أن يحقق إنجازات، ولكن بالنهاية ما دامت الشعوب والمقاومة قد تجرت عليه سوف ننتصر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم نكمل السنة الكاملة على أحداث 7 من أكتوبر، ولا زال إخواننا في فلسطين يقدمون الغالي والنفيس في الدفاع عن أرضهم وعن حقوقهم وعن أطفالهم وعن نسائهم وعن كبارهم في السن. إخواننا في فلسطين فقدوا 40,000 من الشهداء، إخواننا في فلسطين فقدوا 18,000 من الأطفال، والعالم الإسلامي وغير الإسلامي يتفرج
ولا من مغيث ولا من مساعد ولا من ينطق بالحق ويقف مع الحق. اليوم رأينا كيف أن النظام العالمي يقف في صف المعتدي للأسف، ويساوي الضحية بالجلاد، يساوي الضحية بالجلاد. الواجب على حكام المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عز وجل أمره، وأن يقفوا مع إخواننا في فلسطين وقفة صادقة، وأن يساندوهم ويفتحوا الأجواء والحدود لمساعدتهم ودعمهم، لأن العالم الغربي كله اليوم يدعم المعتدي. والمؤمل من حكام المسلمين أن يقفوا مع إخواننا في فلسطين ويدعموهم بما يستطيعون بالمال والطعام والسلاح، ويفتحوا الحدود سواء بسواء كما فعل يعني النظام العالمي اليوم، وكيف وقف صراحة أمام الناس مع المعتدين. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة، وأن نرى الأيام القادمة الفتوحات، ولكن أبشركم أن هذا الأمر لن يضرهم ولن يصيبهم بشيء، بوعد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لن يضر إخواننا في فلسطين هذا الخذلان من بعض حكام المسلمين ومن بعض المسلمين، ولكن هو ميدان شرف. من أراد أن يسجل نفسه في أعلى هذا الميدان الشرف فليرينا نفسه من حكام المسلمين ومن غيرهم، ومن أراد أن يخذلهم فالتاريخ لا يرحم والشعوب لا ترحم، وسيسجل اسمه في ميدان الخيانة وميدان الخذلان لإخوانه في فلسطين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهداه. من بين أحفاد صلاح الدين الأيوبي من محافظة ديار بكر في تركيا، من مسجد صلاح الدين بهذه الرمزية وبهذا الاسم، وسط حشد من العلماء الذين جاءوا من شتى بلاد المسلمين استجابة لدعوة اتحاد العلماء والمدارس. هذه المبادرة المباركة في دعم طوفان الأقصى، في مساندة المجاهدين في فلسطين، أبحاث شرعية، رؤى استراتيجية، إسناد علمي ودعوي واستراتيجي. وغدا بإذن الله عز وجل الاثنين أو اليوم سيكون أيضا الأحد مساء عبارة عن مسيرة مليونية حاشدة تجوب كل شوارع ديار بكر، يتقدمها العلماء في صيحة إسناد ومؤازرة وتعضيد للإخوة المجاهدين في غزة وفي فلسطين. أسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بنصرهم أجمعين. تصدير القضية الفلسطينية تدريجيا لسلخها عن هويتها الإسلامية، مرورا بتحويلها إلى قضية عربية ثم فلسطينية بحتة.